4 رجال، الشافعي ومالك والزهري وأنس. طيب هننزل الشافعي المنطقة دي مثلا لحد هنا، ومالك هنا، والزهري هنا، وأنس بقيت الايه المسافة. خلاص. فالأئمة بيقولوا الإسناد المعلق هو ما حذف راو أو 2 أو 3 أو السند كله، بشرط أن يكون الحذف من أول السند. أول السند فوق ولا تحت؟ تحت، مش كده؟ أول السند دايما بيصير من تحت. خلاص. فقال لك الحديث المعلق اللي تحذف راوي أو 2 أو 3 أو السند كله، بشرط أن يكون الحذف على التوالي. يبقى الحديث المعلق له شرطين: الحذف يكون من أول السند ويكون على التوالي. خلاص. فلو حبينا نحذف الراوي الأول اللي هو الشافعي رحمه الله، طبعا هنقول ان اللي قال حدثنا الشافعي أحمد بن محمد، الإمام أحمد تلميذ الشافعي. فأحمد بن حنبل يقول حدثنا الشافعي حدثنا نافع عن الزهري عن أنس، يبقى الإسناد أوضح خماس. فأحمد بن حنبل دلوقتي أهو هيقول هنحذف الشافعي، ماشي؟ الشافعي احنا قدرنا المسافة بتاعته قد كده، يبقى الإسناد ايه؟ معلقة تعالى مفهوم موصول بالجهة العليا لكنه مفتوح من جهة. خلاص. أول ما الإمام أحمد يقول عن مالك نقول الإسناد منقطع. ليه يا جماعة منقطع؟ نقول لك لأن أحمد لم يدرك الإمام مالك، لازم يكون في حلقة وصل بينهم. أنا ما أقدرش دلوقتي أقول حدثني ابن تيمية، ما أقدرش، واخد بالك؟ وإحنا لو في زمان الرواية وأنا قلت عن ابن تيمية كل يقول أين لقيته؟ يبقى الإمام أحمد لم يدرك الإمام مالك. مين اللي ممكن يوصل مالك بالإمام أحمد؟ الشافعي أو أي واحد زي الشافعي، سفيان بن عيينة مثلا، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن الجراح، يزيد بن النهروان، يحيى بن سعيد القطان، أي واحد منهم يوصل الإمام أحمد بالإمام مالك. لكن الإمام أحمد ما ينفعش يقول عن مالك. إحنا على كل ما إيه إسناد ضعيف، لأنه فقد أول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، إذ هو معلق لأن أحمد لم يدرك مالك. خلاص كده. لو الإمام أحمد قال عن الزهري طبعا واضح أبين وأوضح الانقطاع. إحنا بقى دلوقتي في زماننا ده لما الواحد مننا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معلق ولا لا؟ معلق، لأننا حذفنا الإسناد كله. وحدول معنى ذلك إن كل حديث بننسبه ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق يعني ضعيف؟ نقول له لا. أصل إحنا دلوقتي لسنا في زمان الرواية، الأسانيد دونت في الكتب وانتهى الأمر. ما فيش واحد فينا الآن ولا قبل الآن لحد القرن الرابع الهجري، لحد أواخر القرن الرابع الهجري يقدر يوصل بسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. طب امال يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لازم يمر على كتاب أو جزء حديث، لأن كل الأحاديث دونت، وأصبح دور الجماهير أن تتلقى هذه الكتب من أصحابها عن طريق القراءة والسماع أو الإجابة أو الإجازة إلى آخر صيغ التحمل. يعني أنا دلوقتي مثلا هنفترض أن أنا مؤلف ولي كتاب في أسانيد، والكتاب ده أنا بروي به مثلا 1000 كتاب، أروي به صحيح البخاري وأروي صحيح مسلم وكتب الصحاح والمسانيد والمشايخ والمشيخات والمعاجم والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ، دي كلها فيها أسانيد. وأنا أروي هذه الكتب إسنادي لكل واحد من أصحاب الكتب، مش إسناد النبي صلى الله عليه وسلم. لعبت تعرف أجيبه منين؟ أقصى ما أفعله أن أنا أصل إلى صاحب كتاب. فأنا لما آتي سأقرأ عليكم مثلا من هذا الكتاب وقلت لكم أجزت لكم مروياتي، يعني كل المرويات بتاعتي دي أجزتها لكم. أنت بقى حبيت تروي حديث صحيح البخاري، نفسك أن تقول حدثنا فلان عن فلان لحد ما توصل إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا فلان عن فلان،
تعمل ايه عشان توصل للبخاري؟ توصل عن طريق أنت، فستقول حدثني فلان إجازة، لأنني قلت لك أجزتك. شوف دقة علماء الحديث يفرقون ما بين الواحد يتلقى الحديث بالإجازة أو يتلقاه بالوجادة أو يتلقاه سماعا مباشرة. خلاص؟ فلا يستطيع الواحد منا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، إنما العمدة على إيه؟ الكتب التي دونت. فإحنا لما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى ذلك الإسناد معلق أو ضعيف، ليه؟ لأنه موجود موصولا في الكتب التي أخذنا منها هذا الإسناد. لكن إذا قال السالكون اللي هم كانوا أيام الأسانيد وأيام جمع الأسانيد، إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له الإسناد في يدك ومع ذلك أنت حدثته، فهذا حديث معلق يعني ضعيف. خلاص كده؟ يبقى أول شرط من شروط الاتصال عشان نثبت ان الحديث متصل الا يكون الحديث معلق. قلنا يعني معلق؟ المعلق ما حذف راوي او اكثر الى اخره من بدايه السند، والشرط يكون الحذف على التوالي. ولا يكون معضلا. معلش انا هحاول ابسط مثال واصبروا عليا شويه، لان الرساله دي انا عايز اوصلها لكم عشان اعرفكم ان لا يستطيع احد ان يجترئ على حليل هذا العلم الا اذا تعب واجتهد وشاف السمن وشرب المر. علم الحديث على وجه الخطر دون سائر العلوم لسبب سأذكره بعد ذلك. لازم يشوف المر الوان علشان يدرس علم الحديث ويتصدر فيه. لا يكون معلقا ولا يكون معضلا. المعضل قال لك ما حدث منه راويان متتاليان في أي موضع في السنة. طب ايه الفرق بينه وبين المعلق الأولاني؟ قال لك المعلق اشترطنا أن يكون من أول السنة، لكن المعضل قلنا من أي مكان في السنة، ممكن في أوله، ممكن في نصه، ممكن في آخره. على كده ممكن المعضل يكون معلق ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ إذا جاء الحدث من أول السنة وسقط راويان على التوالي يبقى معلق المعضل. قال لك في الحالة دي مش هنقبل الحديث. ليش؟ لأنه قدح في الشرط الأول وهو اتصال السنة. ولا يكون منقطعا. المنقطع ان يسقط راوي من السنة من أي موضع أيضا. ولا يكون مرسلا. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي مرسلا لأن راويه أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يكون إحنا دلوقتي مثلا في واحد في الشارع ده والثاني في الشارع الآخر، وبيقول له أرسل لي الحاجة الفلانية، القلم ده أرسله لي. أنا هعمل إيه عشان أبعته له؟ سأخذفه. خلاص؟ القلم عمل إيه؟ مر من على المساحة بتاع الشارع دي كلها ووصل لمين؟ لصاحبه. خلاص؟ كذلك التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اسمه تابعي، ما هو لو كان أدركه يبقى اسمه إيه؟ اسمه صحابي. فكونوا بقى ما أدركوش يبقى اسمه تابعي. طب لما التابعي ده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب الكلام ده لإيه؟ لازم يكون في واحد بلغ. خلاص؟ فكأن التابعية أرسل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت أرسلت إيه؟ هذا القلم إلى صاحبه. يبقى تجاوز هو أكثر واسطة أو أكثر حتى أوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقول لك ده اسمه حديث مرسل. يبقى الحديث المرسل الحذف بتاعه من أول السند ولا من آخره؟ من آخر السند. خلاص كده؟ يبقى بقى المدلس. ايه يعني التدليس؟ التدليس قال لك مأخوذ من اسم. واحد يقول فلان دلس عليا يعني غشني. طب هو غشني ازاي؟ ما فيش مخ، ما عنديش عينين، قال لك اصله عملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيرتكب التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه،
وده مأخوذ من الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده. واحد لما يعمل حاجة في الظلمة كده لا يظهر. يبقى إذن الحديث المدلس فيه عيب، لكن المدلس أخفاه عن العيوب حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل إيه؟ نبحث عن هذا العيب. طب الأنواع الأربعة الأولانية مكشوفة، أي واحد درس طبقات يقول لك الانقطاع واضح ظاهر أهو. بقى أحمد بن حنبل لما يقول عن مالك بن أنس هي دي عايزة فتاة يعني ولا عايزة مفهومية؟ ما هو معروف إنه ما يدرسوش، قال لك دي عيوب ظاهرة، لكن التدليس وإن كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج إلى تنفيذ. التدليس ده أنواع، أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد حاجة اسمها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد